جونيور جونيور جونيور، الدراما في الكوره، الدراما في الكوره، اكرامي الدراما في الكوره، جول 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 جونيور. الاهلي امبارح اتهزم امام وادي دجله، تحب تقول لهم احسن؟ انا له صميم بس كنت فرحان قوي. اقول لهم حافظوا على رضا الامين والخاص بتاعت الاب والام بتاع الوالدين والخاص يا جماعه ما ترقص. انا حسيت ان الزمالك هو اللي بيجيب الجون والله، يعني الفرق لسه كبير، بس انا كنت فرحان بفرح جدا لما الاهلي بيخسر. انا زملكاوي بس مش متعصب، انا زملكاوي مصري ودم مصري. انا بتكلم لصالح الكره المصريه وليس لصالح الاهلي ولا الزمالك. يعني هو لسه كده الدوري في الملعب. بحب اقول له ربنا معاك. والله هو في قصور في التدريب، دي حاجه. الحاجه الثانيه المدرب، فين المدرب؟ انا بقول لهم خدوا درس كبير من وادي دجله، كل الانديه مش الاهلي بس. وادي دجله طول الشوطين بيكافح، وادي دجله عمل الصح وعمل المستحيل. انا بشكر نادي وادي دجله عشان يبقى قدوه لكل الانديه المصريه. اول سبب اسباب الهزيمه يعني ممكن في تصريحات مارتن يول، ان هو سمعت ان هو قال ان هو خد الدوري وكده، يعني في ثقه زياده، هي ممكن اللي خلت وصل الثقه دي للعيبه، ف التدخل في المباراه بس ولا اي حاجه. انا بحب اقول للعيبه رجاله. والله هو انا فخور جدا بنادي الاهلي بغض النظر عن الهزيمه، لان هو اول نادي اخر نادي يتهزم في 2016. بقول لهم يعني هو اصلا الكره دي مكسب وخساره، يعني مفيش اي حد يزعل، وانا هفضل اشجعهم مهما خسروا. اقول لهم هارد لك النادي الاهلي، وعوده للانتصارات من جديد، واي حصان بيبقى له كبوه. ان شاء الله الدوري الزمالك ان شاء الله. الاهلي يبقى مدمرها مهما كان، على الحلوه من بره معاه.